ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وباحسن حال يا رب العالمين. وحشني كتير، بقالي زمان ما عملتش فيديوهات، والتفاعل اللي على الفيديو اللي فات زعلانه منه قوي. لان الواحد بياخد وقت كتير جدا في التصوير وفي المونتاج، وما كانش في تفاعل خالص على الفيديو، والفيديو يعني يعتبر ما اتشافش اصلا. فيا ريت يا بنات اي حد يدخل جديد يشترك في القناه، ولو انتم مشتركه في القناه ممكن تعملي لايك وتكتبي كومنت كده حلو عشان يرفع الفيديو والفيديو يتشاف. وكمان تعملي شير لو انتي شايفة ان حد مثلا ممكن يحب الفيديو بتاعي او يحب يتفرج عليه، تعملي شير للفيديو عشان الفيديو يترفع برضه. انا كان يا بنات عندي شوية، كان هو اوردر يعني، بس كان كذا لكذا صنف. هي كميات مش كبيرة، بس عشان تعملي عجينة كل صنف، يعني عجينة سابليه، عجينة غريبة، عجينة بسكوت، عجينة بتفور. آه، بياخدوا طبعا وقت رغم ان هو الكمية مش كبيرة. يعني مثلا كان مطلوب مثلا كيلو من ده، نص كيلو من ده، كيلو من ده، كده الكمية مش كبيرة. بس انا حرفيا قعدت اعمل في الاوردر ده من الساعة مثلا 1 الظهر. خرجت من المطبخ اول حاجة كده كانت حوالي الساعة 8:30، اللي هو بعد المغرب. خرجت ساعتين كده اللي هو مثلا الغدا والحاجات اللي بعدها دي، وبعدين دخلت تاني خرجت منه الفجر، يعني بعد الفجر حرفيا في الاوردر ده بس. على قد ما الشغل متعب، على قد ما انا بحبه جدا. بحس ان هو هواية، رغم ان هو متعب حرفيا، بجد متعب جدا جدا جدا، فوق جدا وتحت جدا. كمية مواعين، كمية واقفة على رجلك، وخصوصا في تزيين السابليه والبتفور. واقفة عشان تفضل واقفة على النار في تسيح الشوكولاتة. وطبعا لما بتشيل الشوكولاتة من على النار بتجمد، فلازم انت تفضلي واقفة وتسيح الشوكولاتة على النار وواقفة على النار. ممكن تقفي اصلا ساعتين تلاتة تزيني مثلا كيلو بوتفور وكيلو سابليه، ده اقل حاجة. غير اللي هم طبعا بتسيبهم لما يبردوا، وتبدأ ان انت تغلفي وتزيني، وتغلفي قصدي، وتحطي في العلب وتوزني والحاجات دي كلها. وبعد كل ده اصلا مش بيطلع منها حاجة كبيرة، خصوصا ان انا لسه بادئة. الخامات غالية، وانا بحب اصرف على الحاجة اللي انا بعملها، بحب اصرف عليها كويس، بحب اجيب خامات كويسة. فدايما الناس بتحس ان الواحدة اللي بتشتغل في البيت دي بتشتغل ببلاش، او بتجيب الخامات بتلاقيها في الشارع مثلا، او اللي هي ما بتتعبش. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تقولي لحد مثلا سعر حاجة لو كانت قريبة من المحل، ما احنا بنجيب من محل احسن. بنجيب من المحل طالما كده كده ده تمنها. يعني هما بيروحوا يدوروا على واحدة مثلا شغالة من البيت عشان تجيب لهم أرخص، رغم ان الحاجات متكلفة كويس جدا وأحسن من محلات كتير جدا بتاخد صيت كبير، وبتستخدم خامات مش قد كده، وبتبيع بأسعار غالية، والناس بتروح تجيب منها وهي مبسوطة وفرحانة وعادي. لكن يجي الواحدة بتشتغل في البيت كده ويبقوا واقفين ان هما مش عايزين الحاجة بأرخص التمن وبأعلى الأسعار وبأعلى الجودة، ويقعدوا انت عارفة، انت تحس ان هما بيقيموك، اخدين كل حاجة ان هما بيقيموك على الشعرة كده. ده لفتني جدا. بس طبعا ده ملوش دعوة بالاوردر بتاعي، انا بتكلم عامة. والله الاوردر ده معمول بكل حب، وطلع ما شاء الله جميل جدا جدا، واللي واخداه مني قمة في الذوق والاخلاق، وبجد يعني الريفيو بتاعها رفع من معنوياتي كتير، ونساني اليوم اللي انا واقفاه من الصبح لحد الفجر في المطبخ. بجد بنسى كل حاجة اما حد بيقول لي كلمة حلوة، او ان الاوردر عجبه، او ان الشغل عجبه. بجد ببقى مبسوطة 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 جدا. طبعا اي واحدة بتشتغل بتحلم ان هي شغلها يكبر، وان هي تتعرف، وان الناس تتكلم ان ده حلوة، ده شغلها جميل، وطبعا الموضوع يكبر معاها. انا بتمنى طبعا، انا بسعى بكل الطرق ان انا يكون لي شغلي الخاص بيا. بحاول في القناة، وبحاول في مشروع الحلويات. انا لسه مش فاتحة اصلا من زمان، انا كنت بعمل للبيت بس، وبعمل تورت للبيت وللولاد في اعياد ميلادهم، لو حد قريب مني قريبي في اعياد ميلاد ليهم وكده. والحلويات والحاجات دي كنت بعملها برضو لنفسي، ما كنتش بعمل لحد. بس انا لسه بادئه الجروب يعني من كام شهر كده. اتمنى طبعا ان هو يكبر والموضوع يكتر وكده. بس انا ده لاحظته، ان طالما انت لسه بادئه، يعني انت مالكيش حق ان انت تطلبي فلوس، او ان انت تطلبي التعب ليكي. انت يعني شايفه نفسك على ايه؟ او انت شايفه ان انت بتعملي ايه؟ لا، الواحده اللي بتشتغل من البيت بتتعب جامد.
بتقف على رجلها وبتشتغل لوحدها، لان طبعا مش معاها اي حد يساعدها، لان واحده بادئه مش هتجيب حد يساعدها او حد يقف معاها او حد يغلف لها او حاجات كتير جدا. وكمان انا بجيب الخامات مش جمله، يعني بجيب بالكيلو وعلى قد الاستخدام، لان انا مش هجيب حاجه توركيلها عندي وانا مش ضامنه ان انا هيجي لي اوردر تاني امتى، بقول له انا لسه بادئه. فيعني الموضوع مش على توسع معايا ان انا اجيب كميات واسيبها محطوطه جنبي، بحبش كده، انا بجيب الحاجه الاوردر بالظبط عشان ما فيش اي خامات تبقى مركونه عندي او يحصل لها حاجه. طبعا ببقى بعمل الاوردر وانا متوتره جدا وخايفه ان هو يحصل فيه اي مشكله اي غلطه عشان انا بادئه. يعني زي ما اقول لكم كده، الواحده بتبقى واخده منك وهي بصي بتفصص الحاجه اللي هي بتاخدها بالظبط 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 وتفصصها، رغم ان هي ممكن تجيب الحاجات دي من بره ومتتكلمش لو طلعت محروقه او طلعت الخامات مش حلوه او طلعت سواء السوا بتاعها ني او حاجات كتير مش هتتكلم، وتاخدها بكل صدر وبتدفع وبتمشي وبتتكلمش. لكن بالنسبه للبيت الشغل مختلف. كان نفسي قوي فتطلع الكلمتين دول. بس طبعا زي ما انا بقابل ناس زي دي، بقابل ناس والله قمة في الادب والاخلاق، ويقدروا جدا الشغل بتاعك وبيحبوك وبيقدروك. وده طبعا كل الناس ده على راسي من فوق ودايما بحس ان يعني اكيد كل حاجه فيها كل شغل في الدنيا له فيه الوحش والحلو. وانا اصلا كنت رافضه ان انا اعمل والله الجروب من زمان، عشان ما بحبش احتك بناس قليله الذوق. بس لازم يعني بنقابل ده وبنقابل ده. انا بدات تنظيفات في المطبخ، قلت ادخل بقى على التربو والتلاجة، عندي كسل رهيب. اما بعمل بس اوردر واحد كده عارفه العظمه كبرت، العظمه كبرت، بقعد يومين ثلاثه اربعه خمسه كده عندي وجع في رجلي وظهري وايديا وكل حاجه كل حاجه. على قد ما بحب الشغل، على قد ما هو متعب زي ما قلت لكم، على قد ما انا ببقى فرحانه اما حد بيعجبه حاجه ويطلبها مني، ببقى في قمه سعادتي. خلاص ان اما حد كمان ده اللي هو يطلب مني مره ويرجع يطلب مني تاني، ياه هي كده حاجتي عجبته. انا مش مصدقه انا حاجه، انا بجد. اما بدخل واحد على الجروب جديد ممكن اصلا ما يطلبش مني ولا يتفاعل على اي حاجه، بس ببقى مبسوطه حد تاني شايفني، حد تاني هيعرفني. ممكن يعجبه حاجه من اللي انا بنزلها بعد كده. حلوة قوي، يعني حلوة قوي الحس ان انت حد شايفك وحد عارفك وحد بيقدر اللي انت بتعمليه او حد بيحب يشوف الحاجة اللي انت بتعمليها. احساس جميل جدا جدا. زي ما قلت لكم كتير ان ده ملوش علاقة والله بالاوردر ده الاوردر ده لواحدة سكرة قوي 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 يعني، والحمد لله الاوردر كان جميل وعجبها وكان يوم جميل يعني، حلو جدا جدا وكل حاجة كانت تمام. بس عامة يعني بعد كده الواحد بيقابل ناس غريبة كده. زي ما قلت لكم كده، انا بدأت معاكم الفيديو اللي فات في شوية تنظيفات صغيرة كده للعيد، وعايزة بحاول ان انا عايزة اخلص بدري قبل الصيام، بس مش عارفة في ايه، كسل رهيب، خمول، عايزة انام بس مش عايزة اعمل اي حاجة. عملت التربو وعملت هعمل معاكم الوقت كمان التلاجة دول، بس اللي انا عملتهم في المطبخ بجد عايز يتعمل. مش دهون قد ما هو مطرب، مش عارفة ايه كمية التراب دي. الشبابيك كلها برضو مطربة عايزة تتعمل. البيت كله عايز يتعمل ومش عارفه انا واقفه ليه، ده انا شايله البيت من زمان وعماله اقول ياه ده انا بادئه هبدا قبل العيد بشهرين، ده كتير قوي، ده بدري قوي، قصدي شهر ونص كتير وبدري. خلاص ما عادش غير اسبوعين وانا ما عملتش حاجه، والنهارده اقول بكره وبكره اقول بعده، واليوم عمال الايام عماله تعدي وانا لسه ما عملتش اي حاجه. وخصوصا المطبخ عندي باخد اللي هو حبه حبه حته حته قطعه قطعه، ما بعرفش اليوم بيطير والله اليوم بيطير. غير كمان بقى لو انا جالي اي شغل من ده، ففي مسؤوليات عليا تانية، يعني انا بعمل الشغل ده وفي طبيخ وغسيل ونشير وولاد بتصرخ واخدين اجازه وعندهم بقى طاقه بيفرغوها بعد طول النهار، وانت بتحجزي بتحجزي بينهم وتصرخي شويه. وفرط طاقه بقى ما اقولكوش. اتفرط الطاقه بقى بيطلعوا في الصريخ بقى وضرب بعض بقى وطحن بعض والمصارعات والحاجات اللي احنا عارفينها الجميله دي. ف يعني الواحدة بتعمل كذا حاجة، بتحجز بينهم، تصرخ، يعني تشد في شعرها شوية، تقعد تستغفر 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 عشان التربية الإيجابية وكده، ما تجيبش الشبشب وتمشي تشبشبهم، الحاجات الحلوة دي. وغير بقى كده وكده كمان الجو ساعات بيبقى حر قوي يعني، بس هو الحمد لله الأيام دي يعني حلو وكده. يا رب يبقى حلو كده في الصيام وتبقى أيام كده حلوة. كل سنة وانتم طيبين وبخير وبعد الأيام علينا يا رب العالمين، وربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، وارزقنا بكل ما نتمنى يا رب العالمين.
تعالوا بقى نتشجع كده مع بعض ونكمل تنظيفات العيد. شجعوني كده، قولولي كده انتوا بدأتوا عملتوا ايه، لسالكوا ايه، ايه اللي انتوا هتعملوه. عايزه اقول لكم يا بنات، في الفيديو كده انا بشيل الفانيلات اللي هي القطن القديمه، بس تبقى طبعا مغسوله حلو، بحطها في درج التلاجة من تحت عشان الرطوبه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى.